السلام عليكم. هنعمل ايه النهاردة؟ هنعمل السبانخ مالي السوق، وكله فيتامينات وحديد، وطبعا ما يتسابش. هنجيبه هنغسله زي ما هو كده كام غسلة حلوين تحت الحنفية الجارية. تمام. وبعدين بعد ما نغسله كويس جدا هنقوم مصفينه، وبعدين بنقطعه. اوعي تقطعيه وبعدين تغسليه، انت كده بتنزلي الفيتامينات والحديد بتاعته في المية. تمام. بعد ما نغسله ونقطعه بالشكل ده كده هو زي ما انتوا شايفين، ومعايا حزمة من الكزبرة بيتحط لها كزبرة. تمام. هجيب كده حلة على النار واحط عليها معلقة كبيرة كده من السمنة، واقطع كده بصلاية كبيرة، وابتدي ان انا احمر البصل، اشوح البصل كده بالشكل ده لحد ما يدبل معايا كده ولونه يصفر شوية. واول ما يبتدي ان هو يصفر كده شوية هنزل بعصير الطماطم. تمام. وزي ما قلتلك اوعي تقطعي السبانخ وبعدين اغسليها الاول كده لحد ما تلاقي الميه بتاعتها بقت بيضه خالص. خلاص امسكيه بقى كده وصفيه في مصفى كده وبعدين قطعيه. تمام. هي دي الطريقه الصح كده. خلاص البصله اصفرت معايا. تمام. هبتدي كده ان انا انزل بعصير الطماطم. شايفين البصله مكرمله عامله ازاي؟ شكلها حلو. هنزل كده بعصير الطماطم، هسيب عصير الطماطم يتسبك شويه كده حلوين، يعني مش هيتسبك قوي، شويه كده حلوين. تمام. هغطي الطماطم عشان تستبك. شايفين كده ما شاء الله السبك اهو كويس. هبتدي ان انا انزل السبانخ بتاعي. هتحس ان السبانخ بقى ماليه الحله كده وبقت كتيره قوي. هي اصلا اول ما تشرب الطماطم هتقوم هتقل يعني. هنزل كمان بالكزبره اللي انا قطعتها، هنزل بشويه ملح، شويه كمون، وشويه فلفل اسود، وشويه كزبره. تمام. وهنزل كمان بمكعب دجاج. هقلب. شايفين قلت ازاي؟ ده هتقل عن كده كمان خالص. لو عندك شوربه انزلي بيها، ما عندكيش انزلي بشويه ميه صغيرين خالص، يعني اقل من نص كوبايه او كوبايه الا ربع. انا عامله قد ايه سبانخ؟ عامله نص كيلو من السبانخ. تمام. نص كيلو. فانزلي بشويه شوربه صغيرين خالص. شايفه ما شاء الله اهي ابتدت ان هي خلاص تستوي لسه. قلت بقى جنبيها كده بدل ما انا ما بحبش احط الرز على السبانخ، فانا بحب ان انا اعمل رز ابيض جنبيها، او ممكن رز بشعريه حسب اللي انت بتحبيه. فانا قلت ان انا اعمل جنبها كده شويه رز كده ابيض. نزلت برضو بمعلقه كبيره كده من السمنه وشويه زيت، ومعايا نص كيلو كده من الرز غسلته كويس جدا، وابتدي ان انا اشوحه كده على النار. هنزل بالميه المظبوطه وشويه ملح. ودوقي الاكل لو حسيت ان الاكل محتاج ملح، محتاج شويه فلفل، ما فيهاش حاجه. دوقي كده الاكل وشوفي لو محتاج مثلا ملح حاجه كده ضيفيه. تمام. شايفه بقى ما شاء الله اهي لونها حلو جدا واستوت معايا. شايفين الميه بتاعتها؟ عايزه اقولك ان الميه دي بقى كلها بقى كده الفيتامينات بقى والحديد بتاعتها. اعمليها بقى لعيالك، طعمها حلو جدا، واستغلها اليومين دولت لان خضرة وماليه السوق وحلوه قوي قوي. شايفين الرز كمان استوى وبقى مفلفل معايا اهو. لو وصلت لحد هنا ما تنسيش تعمل لايك واشتراك في القناه، وتفعلي علامه الكل، وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد باذن الله. يلا جربي بقى واعملي السبانخ العسل دي. شايفين غرفتها هي والرز اهي حاجه كده ما شاء الله، طعمها حلو قوي قوي. شايفين الجمال. عايزه اقولك ان طعمها بتبقى خطيره حتى لو من غير لحمه، والله طعمها حلو قوي قوي. عايزه تضيفي لحمه، عايزه تضيفي حمص طبيخ، اللي انت عايزاه ضيفيه. اشوفكم في حلقه جديده او فيديو جديد. مع السلامه.